سوزي مور في كتابها قوة البساطة بتحكي عن فكرة بسيطة جدا. الفكرة بدأت لما كانت قاعدة مع صديقة ليها مهتمة جدا بصحتها. طبقها كان مليان ألوان متنوعة وأصناف مختلفة، ولما سوزي علقت على جمال الطبق صاحبتها قالت لها: كل حاجة هنا أنا اخترتها عن قصد، أنا بملى جسمي بكل ما هو غني بالقيمة ومفيد، وببعد عن كل ما هو فقير في قيمته ومضر. الجملة دي فضلت معلقة مع سوزي لدرجة إنها قررت تطبق نفس المنطق ده في حياتها، وبدأت تسأل نفسها: لو حياتي هي الطبق، أنا بملاها بإيه؟ مين الناس اللي بقضي معاهم وقتي؟ إيه العادات والأنشطة اللي بتاخد من يومي؟ وإيه قيمة وأثر كل ده عليا؟ ومن هنا قررت تراقب حياتها لمدة أسبوع، واكتشفت إن جزء كبير من يومها مليان حاجات بتستنزفها، علاقات فيها نقد وسخرية، وقت بيضيع من غير معنى، أنشطة لا بتضيف لها متعة ولا قيمة، عادات بتضرها أكتر ما بتفيدها. واكتشفت إن طبق حياتها طبق غير صحي، والنتيجة إرهاق، ملل، قلة حماس، شعور بالوحدة رغم وجود الناس حواليها. ساعتها قررت تغير في مكونات طبقها، مش إنها ترمي كل حاجة وتبدأ من جديد، لأن حياتها فيها أصناف أشخاص ومسؤوليات وجودهم إجباري مش اختياري، لكنها بدأت تشوف إيه اللي ممكن تغيره تستغنى عنه، وإيه اللي ممكن تضيفه، زي أنشطة هوايات بتحبها، ناس بيشاركوها نفس القيم والاهتمامات، وتعلمت حاجات كانت دايماً عندها فضول تعرف عنها أكتر. ومع الوقت الإضافات الجديدة بدأت تاخد مساحة أكبر في يومها، لدرجة إن الناس اللي وجودهم في حياتها كان مصدر ألم وشكوى ما بقوش مسيطرين على تفكيرها ومأثرين على نفسيتها زي الأول، لأن الأشخاص والأنشطة الجديدة اللي دخلوا حياتها بقوا مصادر جديدة للطاقة والمعنى والسعادة. وهنا سوزي أدركت حاجة مهمة: لما حياتك كلها تكون معتمدة على أصناف محدودة، شغل، أشخاص، أي هزة فيه ممكن تهز حياتك كلها. لو شغلك هو كل حياتك، فأي مشكلة في الشغل ممكن تحسسك إن حياتك كلها وقفت. لو سعادتك كلها مرتبطة بأشخاص محدودين، فغيابهم أو تغيرهم ممكن يكسرك، لأنك شايف إن وجودهم هو الحياة نفسها. وهنا تيجي النصيحة: الحياة زي قائمة الطعام، مش لازم تفضل تكرر نفس القائمة كل يوم. غير في القائمة، نوع في الخيارات، ضيف وجدد، جرب أصناف جديدة، طعم ألذ، قيمة أعمق، وفايدة تغذيك وتجدد طاقتك. يا ترى قائمة حياتك شكلها إيه؟ أنت بتملى نفسك بإيه؟ وإيه الصنف الجديد اللي ممكن تضيفه لحياتك الأسبوع ده؟